هل إسرائيل قادرة على تحمل ضربات أقوى من إيران؟ سؤال مهم، والإجابة المختصرة نعم، لكنها ليست محصنة بالكامل. خليني أشرحها بميزان عسكري واقعي. من ناحية الدفاع الجوي، إسرائيل تمتلك طبقات دفاع متعددة: القبة الحديدية للصواريخ القصيرة، مقلاع داوود للمتوسطة، آرو 3 للصواريخ البالستية بعيدة المدى. نسبة الاعتراض عالية جدا، لكن لو تم إطلاق عدد ضخم جدا في وقت واحد، إغراق دفاعي، بعض الصواريخ قد تخترق. إذن تستطيع التحمل، لكن ليس بلا حدود. من ناحية البنية التحتية، إسرائيل دولة صغيرة جغرافيا. معظم المراكز الحيوية، تل أبيب، حيفا، مطار بن غوريون، في نطاق صواريخ إيران. أي إصابة مباشرة لمنشآت حيوية قد تحدث تأثيرا اقتصاديا كبيرا. لكن لديهم ملاجئ واسعة الانتشار، جاهزية مدنية عالية، خبرة طويلة في التعامل مع الهجمات الصاروخية. من ناحية الاقتصاد قوي ومتقدم تكنولوجيا، قادر على امتصاص صدمات قصيرة، لكن حرب طويلة ومستمرة سترهق الميزانية بشكل ضخم. السيناريو الأخطر: الخطر الحقيقي ليس ضربة واحدة، بل ضربات متواصلة أيام أو أسابيع، مشاركة أطراف أخرى مثل حزب الله من الشمال، استهداف مكثف لمنشآت حيوية. هنا تتحول المسألة من تحمل إلى استنزاف. الخلاصة الواقعية: تستطيع تحمل ضربات محدودة ومتوسطة، لكن ليست قادرة على تحمل حرب استنزاف طويلة بدون تكلفة كبيرة. أي تصعيد شامل سيؤلم الطرفين بشدة، بالمعنى الحرفي لكلمة تدمير إسرائيل. إيران لا تملك قدرة مضمونة على محو إسرائيل من الوجود بالوسائل التقليدية، لكنها قادرة على إحداث دمار شديد وخسائر كبيرة إذا حصلت حرب شاملة وامتدت. بالوسائل التقليدية، صواريخ، مسيرات، إيران تملك أكبر مخزون صواريخ باليستية في الشرق الأوسط، وبمدى يصل لضرب إسرائيل حتى 2000 كيلومتر حسب رويترز. لكن إسرائيل لديها دفاع جوي متعدد: آيرون دوم، ديفيد سلينغ، آرو، يقلل بشكل كبير ما يصل للأهداف. وفي الضربات الكبيرة، الدفاعات قد تتعرض لإغراق كثافة نيران فيخترق بعضها، وهذا يعني أضرارا كبيرة ممكنة، لكن ليس تدميرا كاملا بشكل مضمون. العامل الحاسم: الرد الإسرائيلي والدعم الخارجي. تاريخيا، عند موجات الهجوم الكبيرة، شاركت الولايات المتحدة وشركات في جهد اعتراض الصواريخ والمسيرات. مثال: هجوم أبريل 2024. أي حرب مفتوحة ستعني غدا إسرائيليا واسعا على البنية العسكرية داخل إيران، ما يجعل تدمير إسرائيل هدفا شبه مستحيل دون أن تدفع إيران ثمنا هائلا. العامل الحاسم: الرد الإسرائيلي والدعم الخارجي. تاريخيا، عند موجات الهجوم الكبيرة، شاركت الولايات المتحدة وشركاء في جهد اعتراض الصواريخ والمسيرات. مثال: هجوم أبريل 2024. أي حرب مفتوحة ستعني غدا إسرائيليا واسعا على البنية العسكرية داخل إيران، ما يجعل تدمير إسرائيل هدفا شبه مستحيل دون أن تدفع إيران ثمنا هائلا. العامل الحاسم: الرد الإسرائيلي والدعم الخارجي. إسرائيل تقدر على نطاق واسع أنها تمتلك ترسانة نووية، تقديرات تقارب 80 رأسا في بعض التقديرات، مع سياسة غموض نووي. هذا يخلق ردعا قويا جدا ضد أي محاولة تدمير وجودي. الخلاصة: إيران يمكنها إيلام إسرائيل بشدة، خسائر بشرية، ضرب منشآت، شلل اقتصادي مؤقت إذا توسعت الحرب. لكن تدمير إسرائيل بالكامل بالوسائل التقليدية غير واقعي عمليا بسبب الدفاعات والرد المقابل والردع الاستراتيجي. سيناريو: ضربة إيرانية واحدة كبيرة، مئات الصواريخ في دفعة واحدة. خلينا نفترض أن إيران أطلقت 300 أو 500 صاروخ باليستي زائد مسيرات في موجة واحدة على إسرائيل. أولا، ماذا يحدث في أول ساعتين؟ مرحلة الإطلاق: رصد مبكر عبر الأقمار الصناعية والرادارات، إعلان حالة طوارئ شاملة، دخول ملايين المدنيين إلى الملاجئ. مرحلة الاعتراض: إسرائيل تستخدم طبقات الدفاع، القبة الحديدية، مقلاع داوود، آرو 3. عادة يتم اعتراض نسبة كبيرة قد تتجاوز 85% و90%، لكن لو العدد ضخم جدا ممكن 5 إلى 15% تخترق. لو أطلق 400 صاروخ مثلا، حتى 90% تم اعتراضهم.
40 صاروخا ممكن يصلوا. ثانيا، حجم الضرر المتوقع. عسكريا، احتمال إصابة قواعد جوية أو منشآت حساسة، لكن إسرائيل توزع أصولها العسكرية لتقليل الخسائر. مدنيا، أضرار في مبان، إصابات بشرية حسب أماكن السقوط، تعطل مطار أو مرفق حيوي لساعات أو أيام. اقتصاديا، شلل جزئي يوما أو يومين، خسائر بمليارات الدولارات، اعتراض زائد أضرار، لكن الدولة لا تنهار. ثالثا، ماذا بعد الضربة؟ الرد غالبا سيكون سريعا وقاسيا. ضرب قواعد إطلاق داخل إيران، استهداف منشآت عسكرية، احتمال تصعيد واسع. وهنا المشكلة، الضربة الواحدة قد لا تدمر إسرائيل، لكنها قد تشعل حربا أكبر بكثير. التقييم الواقعي: ضربة واحدة كبيرة تؤلم بشدة، تحدث خسائر حقيقية، لكنها لا تكفي لتدمير إسرائيل. الخطر الحقيقي هو ما بعد الضربة: التصعيد.